هذا يا طول العمر اخته كانت تسرح بالغنم. حلو. سلام. وسخنه لا دخلت المربعانيه والبرد، هذا طايح وهذا قايم. طقتهم الحمى. قال الابو يا وليدي ما دام ان اختك مريضه 3 4 ايام اسرح بالغنم. اسلم. عندي اسهل. قال عطنا العصا، قال ما يخالف سبحتي مقتنع خليتها بالسياره. قالوا ليه سرح بالغنم؟ اخته مريضه. لا خلاص اكل يوم ومن باسر ومن عقبه يوم جت النهار والله يقر عصاه. جا الولد عانقوا ابوه قال وش بك؟ قال العنزه الفلانيه كلها الذيب. اسال الله يتلويها. توني حط المركب. العنزه الفلانيه كلها الذيب. قال وانت وين انتعناه؟ شلون يدري هو بالذيب ياكلهن بس اخليه اللي يصرح اللي ما ياكل الذيب تجي. لكن يوم اسرحك معهن ابيك تحفظها عن الذيب وغيره. قال والله ارتكيت على اللي جرف ونمت. يوم وعيتمر شاق نسرش الذيب وحطها عند راسي رايح شايله. خليك هو يقلب طال عمرك وياخذ تاسر البيت ضرب محبول الذي اخي. ضرب الولد؟ ايه. قال انا اللي يسرح بغنمي وياخذ 6 ايام ما يقدر يتحرك. شباب وضربوا ابوه ضرب ما هو بسيط. الابو ضرب الولد بساسر البيت العمود عمود البيت مبرح. صلبه يعني واعطاه. يشرح الشايب بالغنم لا روحت على النهار دخلوهن بالعنة وصدق عليهن. يوم تم 6 ايام امر يمشي الولد ما ابو خلاف. قال لامه يمه ابي ازور خوالي لما تروح زعلت ابوي ابي لي 5 ايام 6 ايام بروح الحايل حوالي 130 كيلو عن حايل. ابوه مع الغنم. قالت يا وليدي والله اني ما خبر الا 60 ريال هذه بين يدي دوك اياها خاف تحتاج شيء وسبحان الله. خذها انا حطها المخبر 60 ريال ولا ريال واحد فوقها. قال الحين 60 عندهم 6000 ويمشي حوالي 30 كيلو على رجليه ويقعد بطريق السيارات اللي يجيبنا البضائع من الحجاز الحايل 3 ايام. نادر السيارة ما توجد. جن السيارات قال ابي معكم الحايل قالوا بريال. قال هذا ريال. وهو يركب بالصندوق فوق مع البضائع. حول بحايل قال وين السيارات اللي ودنا الرياض؟ قالوا قال لي عند قصر ابو مساعد. هو يروح قال ابي للرياض. قالوا باجي نربع 3 انفار ان شاء الله الحين نكملهم وتوكلوا على الله. 6 ريال للرياض. قال هاك سلم الايجار 6. رتب فوق لا عارف ولا معروف. خواله وناس اللي بحايل ما جاهم راح للرياض. طب الرياض قال ابي شرقيه. قالوا تروح خذ لك تاكس وروح للستيشن حق الدمام وتلقى اللي يودونك الشرقيه. ركب مع راعي تاكس قال ودنا الستيشن حق الدمام وداه حق الشرقيه. شرقيه قال ابي قال وسجلوا اسمه. طب الدمام ده ينشد عند بني خيف لقاهم كلهم يشتغلون هناك مقاولين وما مقاولين فرحوا ابوه بني خيف. قالوا نبي نعشي نبي نغدي. قال لا تعشون لا تغدون انا ما انا جايكم جيعان انا ابي شغل. انا ابي شغل ما انا جاي ابي تعشون ولا عشيكم. قالوا معك تابعيه الحين ولا يسمونها الورقه الحمراء قبل التابعيه. هي شهاده ميلاد. تسحب من الاحوال المدنيه ورقه حمراء. قال والله ما معي شيء. قال من يبي يقبلك؟ ما حد يقبلك مرة كافية وانت ما معك ورقة حمراء. فمرهم اخذين دفنية بالبحر من مقاول المعدات عليه والايدي العاملة عليهم. قال انا
ابي يشتغل معكم. انا ما اعرف اديره ولا ادري عنها، لكن ابي يشتغل معكم مهما كان الراتب. قالوا ما لنا الا نحطه مع ابن اخيها اللي بالبحر، الرجل ما يجي احد، لا تفتيش ولا شيء. الى ما يتم 18 ونقص له تابعيه. ادوه ابن اخيه اللي على قال البحر ما يجيهم تفتيش ولا لا، كبوا النتله مشحوا بالقريدر، مشحوا بالحشايه. راتبه والله ما ادري يسمى راتبه، لكن يوم تم 18 قالوا قصوا لي تابعيه. وروحوا قصوا له تابعيه. اهلها ما يدرون عنها الحين. اهله علمان بكى ما غروها. عند خوالها اساسا عند خوالها. يوم قصوا له التابعيه قالوا برخصه قياده، لما يسوق السياره ويسوق القريدر ويسوق الحشايه ويسوق الكرين. عزيمة موجودة. 4 معدات. وروحوا بطال عمرك للظهران ويدخل القياده مدرسه القياده وينجح. هاك الوقت مدير الشرطه اسمه حسن شيبه، توقيعه بقلم خضر عنده قدامي الحين. حسن وياخذ طال عمرك رخصه قياده ب4 ختوم. 4 ختوم هذه يتمكنوا على اي نوع من المعدات يسوقها. وارفعوا طال عمرك راتبه. يوم تم سنه وجمع بني اخيه قال انا ابيكم تدبروا لي سياره، ابي اشتري مرسيدس بكر. هاك الوقت المرسيدس عليه صندوق الشام ب100 و5000. قالوا وش تبي سياره؟ قال ابي مرسيدس. قال عجبك المرسيدس من يطول والمرسيدس؟ عودنا فيها. قال انا ابي قصود. قالوا قصود يبي 30,000 نقده. قال بس دبرونا انه هذه 30,000. قال نبوك منين لك؟ خاصم 300. قال انا يوم انكم تغدون بريال ونص وبريالين وانا اتغدى ب4 قروش. يا سلام. اخذ خبزه ولفه حدر محزمي وزمزميه شاي وعلبه حليب ابو قوس. باقي الظهر رحت تتغدون صبيت الحليب على الشاي وغطيت الخبزه وكليتها، وهذه 30,000 بس دبرونا المرسيدس. راحوا للشركه اللي بالشرقيه وشروا له مرسيدس وكفلوه ضمان ودفع 30. ودل يقدر من المينا ل4 تجار يجيب بضايعهم. 4 تجار مغطين على لوازمهم. يوم تم سنه لا مرموف هنا مرسيدس وعنده يجي 50,000. وراح لما التجار ال4 قال هذه شنطتك وختومك واوراقك. قال لا 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 ما اقبلهم، خليهم معك. قال بروح الهلي. قال متى ما جيت؟ والله ما نلمسهن ولا نعرف شيء بل اياك. روح للثاني قال خذ اوراقك. قال والله ما المسهن. راح للثالث قال ما والله اتحرك منها غماره، اوراقي يبقى معك وشنطتي الحاله والختوم والاقلام كلهن والاوراق والعناوين 4 شنط. وعيوا قالوا روح بدل الشهر خذ شهرين. ما يقدر يقول لهم لا. مر الدمام وخذ 10 اكياس طعام من ضمنهم كيس قهوه مخطن حمر. الله. ومر الحشا تمر. خذ بيت شعر من الدمام كامل بجميع ما يلزم، وخذ 10 اكياس طعام. ومر الحشا وخذ طقم دلال شغل الحشا الاصلي. يا سلام. يا جماعه ابي الرياض من يدلن من يروح قالوا مع هالسياره. مشى لمطب الرياض راح للعنبري. العنبري هو المسؤول عن ركاب حايل، ما يروحون من عند العنبري. قال العنبري انا باحد امشي انا وياه ما عنده الحايل من الرياض، ما عنده الحايل. قالوا مع الونيتاي امشي معهم. الونيتاي عقليه، تعرف المرسيدس ما هو مثل مشي الونيت. شاحوا روحهم ورعوا وخلوه. مشى على الخيه على الاتجاه طب حايل. راح الناس اللي يعرفها من قرايبه وقال ابي هلي. قالوا هلك دور الغزاله يمين منطقه اسمها شيبه. قبلت على الغزاله راح يمينك. الحين ما في زفلت ولا نعرف زفلت ولا نعرف ولا بالرياض. وزارة طريق المدينة.
ويمشي مع المرسيدس ومع أغراضه. يوم أقبل على الغزالة ويتياما ضليعت اسمها شيبة، أنا عارفها كلها أنا. لا والله هذا أبوي تهل ولا مرزالبته والشمس غادي أصفر. ويحرف السيارة ويريوس يم رفة الحريم بالمرسيدس. أبوه يصلح القهوة. سلام. حمس قاوشته المجنون اللي ريوس على هالبيت يم الحريم. يوم حول له والله غادي له عوارض شارب يم يروح وقت. ما عرف أبوه لما قرب بعدك. يوم قرب له لما يعرفه صار له لحية ويقمز وهم يتخمون ويبكون كلهم. كان الحريم وكان اخواته وجو ناس وجو رجاجيل وناس يبشر ناس. فتحوا الصندوق ونزلوا البيت شقاق. دعوا حريم يخطنه. قال من الله وش هالسواوير هذه خرعتنا به. يقول ابوه قال هذه يا طول العمر جايبه لك هي واللي عليها ترى هذه ثمن عنزك هذيك الذيب.